الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة. قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية 29 برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني جملة من القرارات في الملفات الإدارية والخدمية والاقتصادية، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بالسكن والإصلاح المالي وتنظيم التجارة والاستثمار. وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فقد جرى خلال الجلسة استضافة اللجنة التحقيقية المكلفة بالتحقيق في حادثة الحريق الأليم في مدينة الكوت، حيث قدمت اللجنة تقريرها الكامل عن تفاصيل الحادث وأسبابه. وقد صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، فيما وجه السيد السوداني بتنفيذ التوصيات واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 550 المتخذ في الجلسة الاستثنائية بتاريخ 17 تموز 2025، والخاص بحل الملفات المالية والإدارية مع حكومة إقليم كردستان العراق، مشددا على أهمية التزام حكومة الإقليم بتعهداتها المالية وفق الدستور والقوانين النافذة، بما يتيح لوزارة المالية الاتحادية الاستمرار بتنفيذ مهامها. وفي إطار جهود الحكومة لتوفير السكن للمواطنين، واستنادا لعملية تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي. أولا، تكون آلية بيع قطع الأراضي إلى المواطنين المشمولين بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 من خلال استيفاء 10% من بدل البيع المقرر من لجان التقدير، وتقسيط المبلغ المتبقي بأقساط متساوية سنويا على مدى 20 سنة بدءا من تاريخ البيع. ثانيا، عدم التقيد بالمدة الزمنية التي حددت طالب التمليك بتقديم طلب خلال 90 يوم عمل بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 لأغراض استكمال إجراءات البيع إلى المواطنين أصوليا من الذين لم يتقدموا بطلبات التمليك بالمدة المحددة بالقرار، وللمجمعات التي جرى جردها من أمانة بغداد أو البلديات وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 وضوابط تنفيذه. ثالثا، إلغاء البند 8 من قرار مجلس الوزراء رقم كذا لسنة 23 من أجل إلغاء شرط عدم الاستفادة سابقا من الأراضي لوجود قرار مجلس الدولة رقم 29 لسنة 2024، والذي أشار إلى أن الشراء بالسعر التجاري لا يعد استفادة لأغراض تطبيق القرار التشريعي رقم 120 لسنة 1982. وفي ملف قطع الأراضي السكنية الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع، أقر مجلس الوزراء ما يأتي. أولا، تنقل ملكية الأراضي إلى البلدية المعنية، وتسلم الأراضي المخصصة لوزارة الدفاع إلى المستثمر لإنشاء البنى التحتية على كامل القطع شرط الحصول على الإجازة الاستثمارية. ثانيا، قيام المستثمر بإعادة 97% من مساحة الأرض المخدومة في محافظة بغداد، و96% في المحافظات الأخرى للبلدية المعنية. ثالثا، توزيع البلدية قطع الأراضي المخدومة لمنسوبي وزارة الدفاع بالتنسيق مع الوزارة، وما زاد لمنسوبي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. رابعا، النسبة المتبقية من مساحة الأراضي المخدومة تملك للمستثمر لإقامة مشروع سكني عليها. خامسا، استبدال قطعة الأرض المرقمة 1/9 مقاطعة 82 أمام حمزة بالقطعة المرقمة 1/9 مقاطعة 4 العذبة
الواقعتين في محافظة نينوى بعد رفع يد الإصلاح الزراعي عنها أصوليا. سادسا استبدال القطعة المرقمة 54/2 المقاطعة 5 العوفية والندامة بالقطعة المرقمة 7 مقاطعة 5 العوفية والندامة التابعة ملكيتها إلى وزارة المالية في محافظة نينوى. وفي إطار نهج الإصلاح الإداري والمالي وتعظيم الواردات جرت الموافقة على ما يأتي. أولا إلزام الشركات النفطية الحكومية بمتابعة استقطاع نسبة 7% من المبالغ المطلقة لعقود شركات المقاولين الثانويين في شركات جولات التراخيص، على أن ترسل وزارة النفط البيانات ومبالغ الأمانات المستقطعة إلى الهيئة العامة للضرائب. ثانيا إخضاع الأرباح الناجمة عن الفرق بين قيمة العقود الاستثمارية وبين الربح الناتج عن البيع أو التنازل عن المشاريع الاستثمارية بموجب عقود البيع التي تجري بين المستثمرين للتقديرات الضريبية أصوليا. ثالثا فرض الضرائب أصوليا على العوائد المالية المتأتية من إيجار الوحدات السكنية، شقق ودور سكنية. رابعا إلزام التشكيلات الحكومية كافة، وزارات وجهات غير مرتبطة بوزارة ومحافظات، بتحويل الاستقطاعات الضريبية عن المقاولات والتعهدات وعقود الإيجار إلى الهيئة العامة للضرائب. خامسا قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تمتلك عقارات خارج العراق من أجل استثمارها أو بيع الفائض عن الحاجة منها. سادسا إلزام وزارة المالية بتوحيد رواتب المديرين العامين كافة ومن بدرجتهم ومن هم بالدرجة العليا باء صعودا من العاملين في الرئاسات الثلاثة لتكون مساوية لرواتب أقرانهم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. سابعا إلزام الرئاسات الثلاث بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2015 المعدل بقرار 277 لسنة 2016. وفي مجال تبسيط وتوحيد إجراءات التجارة وافق مجلس الوزراء على ما يأتي. أولا إلغاء إجازة استيراد الزيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها ومن المنافذ الحدودية الاتحادية كافة على أن تكون مطابقة ومعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ثانيا إلغاء إجازة الاستيراد على الأدوات الاحتياطية المستعملة للمركبات ومن المنافذ الحدودية الاتحادية كافة على أن يقدم المستوردون شهادة خلوها من الإشعاع. ثالثا إلغاء قرار الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بإجراء التأمين الإلزامي على الاستيراد لمخالفته القوانين المرعية. رابعا تكليف دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بإعادة دراسة قرارات حماية المنتج على وفق التعرفة الجمركية والتسعير المحدثة وبما يضمن الحياد التنافسي وحماية المستهلك والمنتج وعدم تهريب تلك السلع. خامسا التأكيد على هيئة الإعلام والاتصالات بتسجيل الهواتف النقالة. سادسا تأليف لجنة برئاسة مدير تحديد القيمة في الهيئة العامة للجمارك وعضوية الجهات المعنية لدراسة الاعتراضات المقدمة من المستوردين على القيم الاستيرادية للبضائع على وفق قرار مجلس الوزراء رقم كذا لسنة 2025، ولكل حالة على حدة على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال 30 يوم عمل.